اتكلمنا قبل كده عن كلمات إيطالية موجودة في مصر وبتتقال كأنها كلمات مصرية تماما. اتكلمنا في فيديو قبل كده اهوت واتفقنا إن احنا هنعمل يعني لكل مجال بعض الكلمات الإيطالية اللي موجودة فيه، لأن الكلمات الإيطالية اللي موجودة في مصر وبتتقال كأنها كلمات مصرية كلمات شائعة وموجودة بشكل كبير جدا وفي مجالات كتيرة جدا. وكتير بيتعامل مع الكلمات دي على إنها كلمات مصرية، زي كلمات مثلا زي كلمة مثلا زي جوه البيت مثلا، زي كلمة صالة، الصالة بتاعت البيت، الصالة، البلكونة. آه، الصالة دي كلمة إيطالي، البلكونة دي كلمة إيطالي. آه، في عموما في النوتة، بيكتب في النوتة بتاعته، بيسجل في النوتة. النوتة دي كلمة إيطالي، نوتة. أجندا دي كلمة إيطالي، أباجورا دي كلمة إيطالي، فازا كلمة إيطالي. كل الكلمات دي كلمات إيطالية بتستخدم كأنها كلمات مصرية تماما، مع إنها كلمات أساسا إيطالية. وفي مجالات كتير وفي مناطق معينة حتى بيستخدموا كلمة مثلا زي كلمة جوما. جوما اللي هي الإريزر أو الرابر اللي هي الأستيكة. جوما دي إيطالي. بيستخدموا كلمة الماستيكا، في بعض الأماكن بيقولوا كلمة الماستيكا. ماستيكا دي اللي هي الشوينج جام، الماستيكا بتتقال في بعض الأماكن، ودي بالإيطالي معناها الشوينج جام. كلمات كتيرة جدا. كلمة تكنولوجيا، تكنولوجيا دي كلمة إيطالي. في مجالات كتيرة جدا ممكن نعمل فيديو بأكتر من مجال ونحاول نجيب الكلمات الإيطالية اللي موجودة في المجالات دي، إنها كبيرة جدا وكتيرة جدا موجودة في مصر بتتقال كأنها كلمات مصرية. جراتسيه، جراتسي بالإيطاليان شكرا. Buona fortuna. Good luck.